النائب سليمان سعداوي فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس، معالي الوزير، الإخوة النواب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه المداخلة بخصوص مشروع قانون المحروقات، أولا أنا بغي نعرج على مقتطفات اللي جات في خطاب معالي الوزير اللي يقول بعد 20 سنة غادي يكون الساكنة الجزائرية ما يفوق 50 مليون، وبالتالي غادي تزيد الاحتياجات من الطاقة. ثاني الأمور يقول الحل هو الاستكتيف الاكتشاف في المحروقات التقليدية وغير التقليدية، ويقول لا يمكن توقع الاستغلال دون توفر الشروط التقنية والاقتصادية مع احترام القانون. ورابعا مشاركة الأجانب تلعب دورا حاسما في هذا المجال. اولا قبل نعرج على في هذه المقتطفات، عندي ملاحظه على مشروع القانون، وهو ان فيه مواد تحال على التنظيم، وانا يبان لي هذه الاحاله على التنظيم غادي تضر القضيه في موضوعها. احنا رانا في هذا البرلمان في 10 سنين وحنا نقولوا يا ودي هذه الاحاله على التنظيم، حلول الامور على التنظيم حينما ما تاثرش على الموضوع. الحوايج اللي فيهم لي كروند ديسيزيون راكم تحيلوا مع التنظيم كتحديد سعر الخام والمعايير الدوليه وما شابه ذلك على المجره. ثانيا انا الشيء اللي محيرني ماهوش قضيه القانون، ماهوش قضيه انك تقول لنا ودي في هذا العالم لازم تنفتحوا على السوق العالميه الا بغيتوا الاستثمار ينجح وبالتالي العائد يكون على البلاد الخير والخمير. صح، هذا بالمنطق صح، ولكن واش هي الضريبة؟ الضريبة هي أننا في الجزائر، ونعرج على أن البرلمان في العهدة اللي فاتت درنا لقاء في جنان الميثاق كان العنوان الآفاق الاقتصادية. جبنا كاع الخبراء في العالم وما لقيناش الحل. واش هو ما بعد البترول إذا نشف حاسب سعود؟ واش هو الحل؟ جات الحكومات اللي تعاقبت جابت لنا حاجه يسموها الاصلاحات تحت مسميات مختلفه، ولكن واقع الامر يقول في الدول الافريقيه ان الشركات البتروليه هي الشعب، هي صاحبه القرار. ما عندكمش في الجزائر ولكن في افريقيا كاين، هي اللي تدير السياسه. تحولت من شركات منتجه للبترول الى هي اللي تدير السياسه تاع البلاد. ثم احتكار سوناتراك، هذه السوناتراك اللي باغيين حنا نعطوها الحصانه، حنا نعطيناها الحصانه باش نكونوا واضحين، نعطوا السوناتراك الحصانه باش تغدي تامن السوق الداخليه وما تكونش عايشه بالغباء انهم المستثمرين الاجانب يجوا يدوا الدراهم، معناها يدوا الزبده ودراهم الزبده، لو بار لارجون دو بار، وما يعطونا لا وسائل ولا تقنيه. والمهندسين نتاع السوناتراك ثم على بالكم بلي راه يصرى لهم ان العطله نتاعهم اللي تعطيها لهم الحكومه ولا الدوله يجوا للميركور هنا في روتيل الميركور ويبزنسوا مع الخليجيين، والعطله نتاعه يمشي يخدمها في دول الخليج ويعاود يولي لك هذا الانجينيور منهك. اذا وين راه الخبره اللي ديتوها 50 عام؟ وين راه الخبره؟ وين راه لا تكنولوجي اللي ديتوها؟ يا اخي هاد الاوروبيين امريكا والانجليز راهم في حاسب سعود في الصحراء في 50 عام. اي حنا واش دينا منهم؟ اي غدوه يرحلوا اسكو يسلكوا اولادنا وحدهم؟ هذا هو الموضوع، ماهيش قضيه قال ودي راك باغي تجيب لنا نظره شاده خلي نحلوا السوق سينو وحدك تكولي. انا عارفين اسيدي وحدي نكولوا، بصح شكون اللي خلاني نكولي وحدي؟ والازمه تاع 86 خير دليل. معالي الوزير انا باغي نقول لك اشكاليه ما دخلش في راسي. عندنا شاب وضربوا على 100 و200 في النعامه، دار في عامين يقبض الحيط. هذا الاختصاص تاعه واش؟ ليكسبلوراسيون. هذا نورمالمون يخدم في الصحراء، لان في النعامه ما يقدروش يخدموه، لان هذا ما عندناش حنايا من الاختصاص تاعه. هذا لازم يخدم في البترول، لازم يهود للصحراء، راه قاعد شاد الحيط. هذا غير مثال، ضربوا على 100 و200 و1000 و2000. ثم عن الشركات سوناتراك، على بالكم بلي انا مشيت لها 2 فوا
ما كانش لا نوسيون تاع نائب، ياك ماكو غالطين. هما عندهم النائب والريح غير كيف. انا اللي نقول لكم قيمة قائمة وقف طابو مانيش عارف تعرف باش مشكلة الريح لا غلط.